مرحبا بكم. جئناكم بالجديد، تطورات خطيرة ومعطيات مثيرة جدا بخصوص ملف الناصري والبعيوي. جئناكم بمعطيات مخيفة ومسيئة جدا جدا غنطرقوا في هذه الحلقة. البعيوي دوز عامين ديال الحبس بسبب المخدرات في اسبانيا، وقبل منها سرق شي حاجة في فرنسا، ومن بعد مشى لاسبانيا دوز عامين ديال الحبس بسبب المخدرات. اي واحد يسمع هذا الشيء. سؤال: هذا شخص عنده تجارة في المخدرات عامين، كيف تغلغل الى المشهد السياسي والبرلماني؟ من عبد له الطريق ليصبح رئيسا للجهة الشرقية؟ من عبد له الطريق ليدخل الى البرلمان المغربي؟ من عبد له الطريق ليجلس الى جانب الوالي ووكيل الملك والوكيل العام والعامل؟ من عبد له الطريق ليحظى بشرف تقديم البيعة للملك في حفل الولاء في أكثر من مناسبة؟ من عبد له الطريق ليحصل على أكبر الأوراش الحكومية؟ هذا السؤال الآخر هو الخطير. كيفاش شخص كيفوز بأروع الأوراش الحكومية؟ شركته كيفاش طلع؟ شكون اللي كان كيساعده؟ شكون كان كيفوت له الصفقات في الأوراش الحكومية والسدود والمشاريع؟ إذا كاين ناس كان خدام معهم في الحكومة. أنا ما غنسميش، أنا ما غندخلش في هذه اللغة ديال الأسماء. كيفاش هذا رجل تاجر مخدرات، كيفاش تاجر مخدرات في عامين الحبس دوزها؟ واش ما قدرناش نديروا بحث على هذا الشيء؟ والله ما طلع. راه ما يمكنش تاخذ الاوراش غير هكاك، وسيرتو الاوراش الحكوميه كبيره 14 عام. واش كاين شي بحث قضائي؟ واش كاين شي بحث في شي ملف كيحتاج مده 14 سنه؟ لا يعقل. قد نقول لكم معطيات اللي جبت لكم انا. عندكم صحابكم. انا واحد المره جبت لطيفه رأفت. نقطه القوه في ملف لطيفه هو لقاها متزوجه عادي الحلال رسول الله. نقطه القوه الثانيه اللي كانت عند لطيفه رأفت قويه هي انها ما استمرت في الزواج مده قصيره دارت صك مشات في حالاتها. هادشي علاش دافعت عليها بقوه. وكنت انا شي واحد كنبغي والله واخا هي عاديه، انا بالنسبه واحد اخر يبغي يلعب، انا ما كنتش كنبغي نرجع بزاف د الحوايج، والطوموبيله المرسيدس الجولف، علاش ما بعد اطلاق الاتصال هضر معاها كيسوق كيعاود لها مشاكل على بي ولا كان عادي انسانيا ولا كان هادشي في اقوال في الملف. ما بغيتش ندخل لهذه التفاصيل. غنقول لكم واحد الفكره باش ندخل معكم. علاش جبت لطيفه في الخواتم؟ علاش جبت؟ شنو كان خلفيتي؟ راه منين مشى المالي ولطيفه عند الناصري، والناصري هو اللي جاب الخواتم بالزواج، شنو كان خلفيتي؟ شنو كان خلفيتي من داك الشيء؟ وهذا الشيء ما كتكذبوش لطيفه. لا، هي لطيفه عندها فكره واحده، انها ما خداتش جاب داك الخواتم ولكن ما اختارتش خاتم من ديك اللحظه. هذه روايه لطيفه. كان عندي هدف في الملف. علاش عاودتكم دخلت لطيفه الخواتم؟ لان الملف فيه شبكه، وكتعرفوا لغه الشبكه تيكون كل واحد عنده دور، الرئيس المرؤوس. ما هو دور الناصري في الشبكه؟ كان مكلف بالعلاقات العامه وباللوجيستيك. بحال هاد الخواتم شيل هذا دار. كان هدفي هو نبين دور الناصري، ماشي كانت لطيفه. الخواتم لطيفه ماشي اللي كانت مقصوده عندي في الحكي، ولو كنت باغي لطيفه بزاف مشات للبنان فوق مشات للبنان التفاصيل، ولكن انا اقتنعت وربي شهد عليا، عرفت بان لطيفه ضحيه في هذا الملف. انا باقي ما عرفتش علاش دخلوا لطيفه، علاش وصلوا عند لطيفه، شنو كان مخطط؟ واش صدفه ولا لطيفه مثلا كتعرف شي وزير غتديهم عند شي وزير تزوجها يتلاقى وزير. نعطيكم على مثال، هادو راه عصابه كيخطوا. لماذا لطيفه قصدوا لطيفه؟ اذا لطيفه بالمجمل كانت مجرد ضحيه في هذا الشيء، ولهذا لقى التعاطف ديال الشعب. وكنعاودها، نقط قوه لطيفه هي ان لطيفه مزوجه به حلال رسول الله. هذا الزواج جوج انها مده قصيره جدا، باقي الملف ما مفرقعوا، ما داخل القضاء، ما سيق حتى حد الاخبار. لطيفه مشات شافت داك السيد، مشيت مثلا شي الله اعلم شي حاجه شاف شي ما عادي، حنا ما ندخلوش نعرفوا شنو، ولكن ملي بقى قناعه لطيفه خرجت بكري. لو تفرقع الملف اثناء القضاء ولطيفه كان ممكن يناقشوا لطيفه. اذا من جبت لطيفه باش نبين دور الناصري في اطار العلاقات العامه ودوره اللوجستيكي داخل الملف. مزيان. دابا غنمشي معكم للمعطيات اللي هي خطيره بزاف. هاد الوجدي المالطي كيسميوه الوجدي او المالطي اللي هو البعيوي،
كيشد الفلوس بالخناشي، حيت هذا هو اخطر فكره انا عندي، خطيره جدا. كيهرب الفلوس من المغرب عبر السكي، المطر. شكون تيخرجوها؟ تيخرجها واحد عن طريق السعيديه. وشكون تنقول لكم هذه معطيات؟ انا والله كنقول كل متهم بريء الى ان تثبت ادانته، باقي بريء في نظر القانون. ولكن مادام الحكي والهضره والناس بعد، لا، انا كنجيب لكم حوايج اللي من داخل المصادر، اما عائلات، اما ضحايا، اما مصادر قضائيه، كاين في الملف. واش هي صحيحه ولا لا، واش تودي ولا لا، ولكن كاينه وسط الدواسه. وشكون اللي كياخذ الفلوس؟ برلماني جزائري. كيفاش؟ هذا البرلماني الجزائري فين كتمشي فلوس فرنسا ومن بعد كتمشي فلوس لهولندا. شحال قدر؟ هذا تهريب العمله الصعبه من المغرب. وهذيك الفلوس واش كتمشي فلوس الحشيش ولا كتمشي الفلوس المتحصله من الاشغال العموميه ديال البلاد، الاوراج؟ هذا نقاش. انا بغينا نعرفوا ديك الفلوس اخطر. هنا كتولي مسؤوليه شكون اللي كان كيحرس داك الشريط. كيفاش هذا الشخص يدير هذا الشيء؟ اذا هذا السؤال خطير جدا. اكبر ضربه قاضيه للدوله ولقوه الدوله المغربيه اللي هي دوله قويه هو ان نصوروا ان كاين شخص كاين كيلعب كيخرج في الدوله، والدوله ما واش ما كانتش عارفاه، واش دوله داخل دوله. لا، ماشي بهذه الطريقه. كنشكركم خوتي المغاربه.